مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الافاضل. نحن على الهواء مباشره في برنامج الاتجاه المكرفس. كنا في الجزء الاول قد تعرضنا لهذا الملف، ملف الرئاسيات الذي يصنع الحدث في الجزائر. هنالك جهه لن ترضى عن عبد العزيز بوتفليقه بديلا مرشحا رئيسيا في الانتخابات المزمع تنظيمها في 17 ابريل المقبل، وهنالك جهه اخرى تلح على انه لا بد من مرشح توافقي وكفى لعبد العزيز بوتفليقه بعد 15 سنه من الحكم في الجزائر. اذكر مشاهدينا الكرام ان ضيفي الكريمين على يميني السبتي البلعاطي الناطق الرسمي باسم الكوبينيه 22، وعلى شمالي عمار الخلاع عضو الائتلاف الرئاسي. الاستاذ عمار الخلاع، الرئيس عبد العزيز بوتفليقه في 8 مايو في مدينه سطيف بالضبط عام 2012 قال طاب جناني. لماذا لم تفهموا بالضبط هذه العباره؟ هو قال لا بد من تسليم المشعل للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عثمان، هذه هي استعاره ادبيه. كان من المفروض ان كان الناس الادباء اللي قراوا شويه كان جاوا قراوا شويه كرام ما فهموا باللي هذه استعاره ادبيه يراد بها كما تفضل فخامته، يقول بانه وصل الى قمه الابداع وقمه العطاء وقمة الخدمة لهذا الوطن الكريم الشريف. نحن ندافع عن العهدة الرابعة لأننا نرى بأن في فخامته وصل إلى ولينا الجزائر قوة إقليمية، ولاو الناس يغيروا منا، ولو الدول الإقليمية والدول الأوروبية يتمناو لو كان عندهم فخامته كما فخامتنا. طيب كيف ردت عليه السبتي بلعاطي؟ هو قال أنه أنتم فهمتوا بالغلط هذه العبارة. أولا كيف ردت عليه أستاذ عثمان؟ نرحب بك وحدك. لماذا؟ فقط لا ترحب بالضيف؟ ما يرحبش بيا، ما يرحبش بيا. ما نحتاج ترحب بيا، مانيش محتاج والله ما نحتاج انا ترحب بيا مره. هو يقول انكم فهمتم فهما خاطئا. ما فهموش كان جاو ما يفهموش كان جاو يفهموا كرم فهموا. هذا كان جاو يفهم واسع عثمان، كان جاو يفهم واسع عثمان كرم فهموا. الهضره ما يفهموهاش كيفاش يفهموا كيف يفهموا الهضره تاع فخامته كما يسميه. كان قال في سطيف نحن في 8 ماي قال طاب جناننا. طيب. والجزائريين فهموا طاب جناننا، يعني فهموا خير منكم. جزائريين فهموا خير منكم. على هذه كرام مرشحين فخامته فاهمين خير منكم، يفهموا خير منكم. الجزائريين قاريين وتيليجا عليكم. وفي المترو في عمره 25 سنه. الطريق السيار منهوب مثقوب. 5 في عينيكم، 5 في هذه الانجازات هذه حيرت العالم هذه الانجازات هذه حيرت الانجازات. المثل يقول لا تحفر حفرة لاخيك ليسقط فيها. هذه انجازات عظيمه وصلنا لها. هذه انجازات عظيمه هذه اللي وصلنا هذه. كان جيتوا تعرفوا الانجازات هذه كانوا مالكم تعرفوا 1500 كيلو الانجازات انتوما دواب حمير الكريير يمشيو وراكم. خاطرك هذوك يمشيو وراكم. الجنرالات الآيات الداخلية والخارجية هذو كانوا يرقدوا على ساعتين تاع العشوة، كانوا يدخلوا للدار. ما كنتوش تدخلوا لدياركم على ساعتين تاع العشوة. ما كنتوش ترقدوا عند الدجاج، كانوا يرقدوا في الدجاج. يا اخي حمير بهدلتوا بينا والله غير بهدلتوا بينا. نكارين الخير والله غير نكارين الخير، حق ربي غير نكارين الخير. ياكلوا في الملا ويسبوا في الغلا، ياكلوا في الغلا ويسبوا في الملا. الأطرفان في قلوبهم. يعني هذا جو من فرنسا؟ نعم، هذو أبناء الحركة فرنسا، هذو هم يا أخي. طيب أعود إليك عمار الخلاع عضو الائتلاف الرئاسي. كيف تفسر التصريحات النارية في حق رئيس الاستخبارات الأمنية في الجزائر؟ قلتم بأن الاستخبارات متورطة في عدم حماية الكثير من المسؤولين في الجزائر. استاذ عثمان والله ما جاش على وجهك راني خرجت. هذه اداب، هذه تاع حوار وتحدي. مانيش والله الاداب خلينا لكم انتم الاداب، خلينا الاداب انتم. يا سيد عثمان، هؤلاء الناس ياكلون الغله ويسبون في الماء. لا، هم الذين اكلوا الغله. هؤلاء الناس 6000 مليار. خليني نهضر. كانوا يدخلوا للديار على ساعتين. من هذا الناس هذا. طيب.
في وقت الارهاب احنا اللي خليناكم ما تدخلوش جاء فخامته، جاب لنا الامن والوئام، ووصلنا الى شاطئ الامن والامان. والان ولاو يهضروا بكل حريه ويقفوا من ورائهم ايادي داخليه وخارجيه، ولاو يحلوا في فمهم ذكا ويشاركوا في فمهم ذكا ويسبوا في فخامته 13 سنه وهو الحريه واللي جاب لنا الديمقراطيه. الان عامين لم يتكلم بكلمه واحده، سنتين لم يخرج الى شعبه ويقول على مرد عليكم، ما عندوش الى فابوس يهضر للناس. 7 ملايين الانجازات تاعو تهضر عليها. الانجازات يتكلم عن الانجازات. أتنكر أن هناك إنجازات. نعم هناك إنجازات 7 ملايين كيلو بطاطا. كانش منها تكذب الراج في إضراب يا أستاذ عثمان مدير في الإضرابات مديرين في إضراب ألا تدل هذه الإضرابات؟ البطالين في إضراب، كله في إضراب يا أخي. يقول هذه منجزات وهذه المشاريع تحدث عنها كلها مضروبة في الصفر، إضرابات يومية في التعليم وفي الصحة، ويقول إنه لا أمن ولا استقرار ولا شيء. كيف ترد عليه؟ حق ربي وكان على بالي بلا تجيب لي الجحش هذا نحكي من حق ربي من جي. لا والله حق ربي من جي يا عدي، حق ربي من جي. عبد الشميد كذب نكرين الخير ها يزي. السلام عليكم ورحمة الله يا أعزائي الفقاقير. فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير، فقاقير لكننا بدون فيزة نطير. اشتقت إليكم فعلموني ألا أشتاق. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من وش قالوا في الجورنان. أهلا بالديسك جوكي تاع الجورنان. أهلا وسهلا بك أيها العتروس الجميل. ديسك جوكي تاعنا يقعد معنا الموسم الثاني وكل إن شاء الله. أهلا بكم أيها الفقاقير الصغار، الوحدة المتنقلة لمكافحة الجرذان. اللي يجيب هذا اللي راهو هاز البندير توالد دياس بالاس، اللي يجيبو نعطي له كابريسا. اي هذا اللي تولى دياس بالاس هاز البندير نعطي له اخر عيشك. هو وهذا اللي راه في الوسط لابس الكوستيم بالتريكو تاع واسمو تريكو تاع الخشين تاع الشتاء. هاي كابريسا على هذاك وكابريسا على هذه. هذا عمي عمار وعمي عمار. عمار ثاني اللي تولى 10,000 كنت ستريت. 10,000 ستريت تاعنا حنايا. انا باسكو انا كي درست الباركور تاع عمار غول هذا الخلاع، لقيتو باللي سي ان كا تري انتيليجون. يستعمل في الامبليم ناسيونال اوترانس، يستعمل في العالم الوطني، او لهنا بالعالم الوطني بالقندوره تاع التوارق، او لهنا بالعالم الوطني فوق الكاسكيطه هذيك تاع الكاسك تاع الخدمه فوق التراكتور، او لهنا العلم الوطني فوق القاطو ياكل فيه مع الطفله هذيك، او لهنا العلم الوطني من اللور، والعلم الوطني مع فخامته وملصق فيها علم وطني في التجمع الامل الجزائري تاع الحزب تاعو. اما سي فيها العلم الوطني لا لهنا غلط، لهنا مع هذا يسوق الطنابيلات بالسرعه فائقه. كان ما سي 3 دمور ما عرفهاش عمار، ما عرفهاش. يا ودار لك سكولات وانت يا ما فقتش يا عمار يا الغول. المهم انت يا غول ما تخافش من السكولات. مع سيد سعيد ديناصور يتلاقى مع ديناصور 300-600 مليار دولار قال لهم جاسيم. مع هذاك 1300 كيلومتر دوطوروت معمره حفر. لهنا فوق الجمل كما شفناها. نعت لي الاخرى ليوتيليزاسيون تاع الدرابو ناسيونال. بالتاي يسر بالتاي ويقنيو ما سي درابو ناسيونال فوق الكوستيم. زيد لي الاخرى نعت لكم كيفاش هذا الناس هذو راهم يبيعوا في التجاره بالعالم الوطني نتاعنا. لهنا مع الخنفوسه بالليبوط. هذا جاي علمها قال لها تي سبيسياليست باش تخلي الحفر في الميزانيات تاع الجزائر عاصمه الثقافه العربيه، هي سبيسياليست تاع الحفر. قال لها انا ثاني نعرف ندير الحفر في الطرق. ها من هنا يديروا تنسيق هكذا متكافئ في ليكيب مينيستيريال يعيطوها الفريق الوزاري. الدرابو ما يخطيهش في البيرو كذلك. بس حني وين اطاشتني هكذا في الانتباه الدرابو ثاني في البورتفليم.
الكاس هذاك اللي يحط فيه ستيلوات ماشي فيه ثاني درابو ناسيونال تيلمو درابو ناسيونال راهو هزو ميسي بارتو سي عمار نقول اي طبعا في لا بوبليسيتي تاعو مونسونجير اكل في الحزب ماشي من اللور هكذا كي لغطه كي الجرين سكرين هذا الدرابو ثاني موجود كاسكيطه الدرابو ماشي كاسكيطه عمار نقول درابو إلي بارتو هكذا باش ينعت لنا باللي يقول لنا باللي حنايا نحبوا الجزائر نحبوا الجزائر وين ما كانش درابو ناسيونال ما تحبوش الجيري هذو الديناصورات هذه التاريخيه الاقليميه قطعوا الدرابو ناسيونال وكلاوها قاطوا 50-50 وحنا رانا نتفرجوا كتلونا بالهمم يا اعزائي الفقاقير الدرابو ناسيونال توجور ايسي شوفوا لهنا راه الدرابو ديروا في الكاطو الا كريم يقصوا فيه المجاهدين راهم يتفرجوا المجاهدين حاروا كيفاش وصلوا هذو الديناصورات هذو باش يقطعوا الدرابو بكري كان المستعمر الغاشم هو اللي كان يقتل الناس ويقطع الدرابو للناس اللي يحوسوا على الحريه تاعهم هذو اللي عندهم الدرابو في قلوبهم واحد ما يهضر عليهم ساعه البوزيد اللي مات في لوي 45 واحد ما يهضر عليه واول مره اللي خيطت الدرابو ناسيونال مرت مصاري الحاج واحد ما يهضر عليها ما يقولولناش هذا التاريخ هذا هما يحاولوا يدخلونا في السيب كونسيون تاعنا من لور في السيب كونسيون تاع المخ تاعنا يدخلونا باللي هما اللي راهم البورت درابو تاع العلم الوطني في الجزائر في القوه الاقليميه احنا ما نحبوش الجزائر تسمى دائما يظهروا بها هكذا ديجا يدخلها لك هكذا في راسك باللي الدرابو ناسيونال هو احنا واحنا هو الدرابو ناسيونال كل الطرق تدي للدرابو ناسيونال وكل الطرق هي سيبرابتيسمون مديتها لجيوبهم الطرق اكل مديها لجيبهم لي زاطاروت اكل مديوها لجيبهم بصح مواطن كي يهز الدرابو يدزوا له لي بريغاد روج يدزوا له لي زامبيلانس ولا بوليس يدي فيها القزوله المواطن ما عندوش الحق باش ينعت روحو باللي راهو يحب البلاد بالدرابو ناسيونال لا هذه يعيطوا لها سي اون شاس غاردي شوفوا وين لحقوا حتى لبريكسل هذوك الزوج اللي شفتهم قبيل قلت لكم تربحوا في البورتموني تاع ما ربي يرحمها 3 كابريسات لحقوا لبريكسل عشاو يلعبوا في بارمي لي غران هذوك الزوج واحد تولد دياس بالاس وواحد كان يبندر لندن باريس بروكسل غراسو درابو ناسيونال يموت على لي زيشاك كما قال غاندي يموتوا اكل ويحيى الملك سبيسياليست اعزائي الفقاقير سبيسياليست تاع الزفت والماء عرفتوا لها طرق تاعنا اكل كاوتشو هذه معايير عالميه اعزائي الفقاقير باش دير اوتوروت في اوروبا لازم دراسه والاوتوروت تلقاها قد هكذا ملفاي تلقاها والمثل حنايا شوق عندنا يقول لك دراهم الماء يروحوا في الماء ايماجيني قلتها ما حاطين فوقها الزفت ومن بعد تجي الطنابيل تاعك تلقى روحك دخلت في الحفرة التي حفرها لك الغول لا تحفر حفرة لأخيك غول سيتكفل بحفرها الطرق تاعنا كل عمرهم نحفر 3 دي ثور صباح تلقى الطنابيل تاعك ماشيه في الغوص في الاعماق سي ما طرقش حنايا اللي دائما تقولوا لنا ما كانش وين تباركيو وما كانش تباركيو درنا لكم لي باركينغ سوتيرا اوتوماتيزي حطها برك وغدوه تلقاها في الباركينغ اوتوماتيزي سوتيرا بوليسي حاره بوليسي مسكين حاره قال لهم هذه ما قريناهاش على بالك البوليسي يحبسك بالصابو يحبسك باللي بي في يحبسك بالبروسي هذاك ولا دوك يحبسونا كيفاش راح يدير له الصابو لهنا الرواد دخلوا في الارض الانجازات تاع فخامته هذا على بالك عندما الكاميونات تاعك دير سوبريير الكاميونات تاعك يدير سوبريير كابريولي افون اريير بان غراسا مسيو غول الانجازات الاقليميه تشوف الانجازات هذو تولي دير البوديزم وفي نفس الوقت تلعب بالجواق الحنش
غول راهو يضرب في الجو ما يقلحناش. كيفاش راح نقدروا لهم حنايا، وكيفاش هذاك رشيد نكاز مسكين هذاك الخروف هذاك اللي هو خروف بين قطيع ذئاب سوف يخرج كالشعرات من السمن من العجين من العسل. امبوسيبل اعزائي الفقاقير، امبوسيبل. ونزيد لكم حاجه، راكم تبعثوا لي الاسئله رسائل بزاف وتقولوا لي مع من راك ومع من راك مع من راك. انا قلت لكم في السيزون 1 انا مع البومباردي. لازم الكل تكتبوا من الاول الشيخ البومباردي. بومباردي على رسالة ما شاء الله. يعني نفوتوا البومباردي. ليه؟ خاطرش ليه تقدم فخامته، مستحيل فخامته يتقدم للهردة الرابعة باش يخسر. أعزائي الفقاقير اللي ظالمان كي بناو هذا الكاميو هذا بناوه بالكاتكات. بناوه بالكاتكات هكذا باش يروح للمناطق الوعرة أكل. يبقى احنا قلبناه كاميو برمائي. قلبناه سينكات يغوص في المياه العاكرة. سي نورمال، بنو آدم عندنا بنو آدم مسكين باش يترافيسي الطريق لازم يدير زوج شكاير في كريعيه مسكين. واد النيل داروها لنا في الطرق تاع الغول، وليت نضل نخبط في راسي انايا في الطروطوارات وكي سقساوه ما يتبى الفرحه. يقولوا له راهم يقولوا له الحفر تاعك راهم ولاو مونديالمون كوني في العالم الافريقي تاع الجزائر. مات بالضحك مسكين، مات بالضحك. الجامعيين تاعنا لي زيتيديون اللي يقراو في لي طرافو بوبليك وهذاك نهار طول ما يقراو من بعد يجوعوا مساكن. يبقى راحوا داروا لاشين باش ياكلوا. ما كانش الماكله، ما كانش الماكله اعزائي الفقاقير. ما جات الطباخه، ما جا قاعدين يستناو. شوفوها التصوير الطارئ. شفتوا هذو لي زيتيديون تاعنا اللي رايحين يبنيو لنا بلادنا، النخبه تاعنا ليليت تاعنا ساعتين وما يستناو. تخيلوا جوني رسائل من طلبه في جامعه باتنا ماشينهم 20 كيلومتر على الكامبوس. تخيلوا يثروا على 6 تاع الصباح مساكن باش يهزوا البيس على 7:30 باش يكونوا على 8 في الجامعه، ومن 7:30 هما يستناو حتى ل8 باش يحلوا عليهم البيبان، وفي الليل يستناو باش يجيبوا لهم الماكله. ساعتين وما يستناو، وكي يجيبوا لهم الماكله يجيبوا لهم شطيط حقرلو، شطيط حقرلو لي زيتيديون تاعنا. نهضر ونزيد نهضر ونزيد نهضر وانتوما يو ار واتشينغ مي and I am still watching you. المقال الأول أعزائي الفقاقير، قبل ما نبدأ في المقال الأول ديجا راني لازمني دوكا نروح ندير دوش والله ندير فيها حمام والله. عرقني أنا هذاك الغول هذاك. L'Algérie veut augmenter sa production de lait. L'Algérie ambitionne de porter sa production de lait annuelle à près de 3 milliards de litres à l'horizon de 2014. هذا c'était en 2004 يا أخي، mai 2004 عندها 10 سنين أعزائي الفقاقير. 10 سنين قالوا لنا باللي الجزائر يولي الانتاج تاعها تاع الحليب قداه 3 مليار دو لتر. وانا عندي ولد عمي مسكين يثور على 5 تاع الصباح قبل صلاه الفجر باش يطير له شكاراني له تاع حليب. هذا هو الاكتفاء الذاتي. اكتفاء ذاتي في انتاج ماده الحليب وقتاه في 2012 اعزائي الفقاقير. 2004 شبعونا خرشف، 2012 زادوا لنا مقروط. هذه سي اون فوتو بريز هكذا سوبرابتيسمون، القمر الاصطناعي تاع الجرنان، توزيع الحليب في مخيم اليرموك تاع في 2014 اعزائي الفقاقير.
في 2014 رانا طالعين فوق. اللوبيا مع كتب وجدرة. تشوفوا في الثمانينات كيما كنا نروحوا نشريو حاجه من سوق الفلاح يعطيونا راشكلو ومنجل. انا كنت نروح نكومبي مع صحابي مساكن يقولوا لي روح جيب لنا اللوبيا والحمص، نهبط لهم براشكلو وكلاب ومارطو. كي يخلصوا الكومبينغ نروحوا ببواطه اوتي. ما تحير مسكينه ربي يرحمها. تكوني تو كنت في البحر ولا كنت تخدم ماسو؟ بوجدرة كانوا يبيعونا الكتب تاعو فورسي، ماكله فورسي، تشري حاجه يعطيك يلبخ لك كتاب تاع بوجدرة. بوجدرة على بالك الكتب تاعو يكتبهم وكل هو في العالم تروازيام ديمونسيون. اكرمكم الله يضرب البن بالخل ويخلطهم هكذاك ويكتب لنا كتاب. ايماجيني في الحاله النفسيه تاعنا بسيكولوجيك مو كي كنا في البحر يدزوك تشري باطه تاع معدنوس، ربطه معدنوس وشويه حمص، تهبط لهم براشكلو وكتاب تاع بوجدرة. انا كنت نكونت مع جماعات هابل كتلوني بالضرب. كتلوني خاطر هبط لهم بدلاعه بطيناها براشكلو. مديريه الصيد البحري والموارد الصيديه لولايه ورقله. هذه لازم تقراوها اعزائي الفقاقير بالبوديزم. ليه؟ خاطر حنايا التسيير المؤسساتي في الدوله الجزائريه تسيير عقلاني. مثلا في ورقله درنا هذه الميزانيه هذه للصيد البحري تاع ورقله باش يكون عندنا الاكتفاء الذاتي تاع الحليب. حنا رايحين نديروا دي بواسون حوت يحلب. نوليو نحلبوا الحوت اعزائي الفقاقير. بوتفليقه اوتاج دو سون انتوراج. بوتفليقه otage de son entourage. Il veut lui imposer un 4e mandat. تسمى سعيد وسعمار والقايد ils ont pris en otage الرئيس تاعنا. الرئيس تاعنا مسكين يموت على الحروز ويشتي يروح يزور القبور ويتبرك بهم. اقعد في قول اعوذ. ما خلاوهش يقعد في قول اعوذ اعزائي الفقاقير. فخامته ممنوع من خروج من القصر الرئاسي حتى يقبل الكاتريام موندا. هو ما يوشاتي يقول لهم من نديو انا كرهت في 3 موندا ساسيفي. قالوا له لازم الاخر تاع السنديكا قال لنا باللي فخامته سي ان اتر اكسبسيونيل، سي ان اتر هيستوريك مونديال. شوفوا واش راهو يقول. l'UGTA dit qu'aujourd'hui c'est un grand tome de l'histoire algérienne, de l'histoire africaine et de l'histoire mondiale. Assalamu alaikum. عندنا ان بريزيدون مونديالمون كوني في لو موند حاكمينو اون اوتاج. كاينين يا جماعه رامي يمبوزيو البوتفليقه مسكين فخامته يمبوزيو له باش يولي 4 ماندا. المنظمات تاع النسوة ونورية حفصي قالت لهم بوتفليقه لن يرفض نداء الجميلات تاع الجزائر. هاي يا وخلعتني يا عادل، خلعتني. جبت لي سكارفيس يا صاحبي. يا جبت لي يا صاحبي تاع لا فامي ادامس يا صاحبي. جبت لنا الخنفوسه وما شويه ما تخلاش. المهم باش بور نو كونفينكر ولاو يدخلوا المنظمات تاع النساء، خالده تومي منا، لويزا حنون منا. يفول نو كونفينكر هكذا بالجنس اللطيف باش يقولوا لنا باللي النساء في الجزائر الكل يحبوا فخامته. عامل بومباردي واش رايك في دخول النسوة يعني هذه في اقحمنا في هذا المشهد السياسي، يعني واش تقول فيها؟ مركزين ياسر على النساء يا اخي، انتم اش بيكم؟ يا فنانات الشيخ هذو. العموم فلا باس، ولكن نشوف سرديتوها كل نساء. هذه نوريه ثاني. اهلا وسهلا بك في الليست تاع جائزة الشتاء الذهبية. الشتاء الذهبية سوف تسلم كل شهر إن شاء الله لأحسن شيات في العهدة الهردة الرابعة هذه إن شاء الله. وانتم اللي تخيروا طبعا عبر صفحتنا الفيسبوك وتبعثونا وين ما هو الشخص الذي في نظركم
هو يستحق الشتاء الذهبي، وسوف نبعثها ونسلمها للشخص الفائز بحول الله. بوتفليقة يحضر لإحالة توفيق على التقاعد. سعلي كاسكو تي بونسي في العفسة هذه؟ الورد تقول له هو يروحين الني في دار همه. تروحش مني ها؟ شفتوا اعزائي الفقاقير سي علي المدعو التوفيق ما عجبوش الحال وقال له روح ترقد، وحنايا شفنا من بعد المبارزه التي وقعت بين الشخصين، والله كانت كومبا دو كوكا، كومبا دو كوك عجيب جدا، نخليكم تتفرجوها. من القاعة البوضوية المتعددة السهرات والحفلات قدم لكم أعزائي المشاهدين أكبر منازلة في الملاكمة تجمع بين البطل العالمي الجزائري المخفي الجنينان محمد مدين المدعو توفيق، المدعو رب الجزائر، المدعو سلال القلوب، المدعو السم لا اسم سيكوريتي ميليتير، والسي عبد القادر المالي الصغير في الحجم الكبير بالدهاء والخبث. الجولات الثلاثة الأولى أعزائي المشاهدين كانت كلها لصالح سعلي، لكن في الهردة الرابعة هذه يبدو أن عبد القادر المالي المدعو فخامته، المدعو العاب التفليقة، المدعو عظيم زمانه، يبدو كما قلت أنه استعاد كامل قواه ومعنوياته لكمة تلو الأخرى. يخر العملاق، يخر العملاق سي توفيق سعلي شوية شوية، إنه على العرض، إنه يحتضر. يا إلهي لا أصدق عيناي، يا إلهي وتلك الأيام نداولها بين الناس، انقلب السحر على الساحر يا جماعة، كما قالوا الناس زمان العود اللي انت حقره يعميك. اسمه المينيستر يكذب علينا، قال لنا باللي بوتفليقة أو خرج الاستمارات يجي له مينيستر الانتيريور كي ريسبونسابل دي زيليكسيون يقول لنا ما كانش منها. صافي دير باللي رئيس حزب تاج الدكتور عمار غول يكشف للشروق، بوتفليقة سحب رسميا استمارات الترشح للعهدة الرابعة. شفتوا أعزائي الفقاقير؟ يكذب علينا اون ديريكت، يكذب علينا عيناني. يافي ان بارلمونتير ولا واحد في لاسويد في الاسكندنافي يترشح باش يولي وزير ولا رئيس ولا. تخيلوا طاحت عليه الصحافة قالوا لهم هذا السيد هذا سابق شعره، فاقوا به بلي ساقب شعره. إيه والله ما دا صوت، هذا يكذب علينا على الهدى الرابعة، ونزيدكم يصبغ شعره. دوبل كذباش أعزائي الفقاقير، واحد ياكل دوبل فوا دوبل كاربيراتور، واحد يكذب علينا دوبل كذباش. قال لنا بوتفليقة العهدة الرابعة، جاء الوزير قال له تكذب، هذا يقدر يولي رئيس حكومة أعزائي الفقاقير. اللي بالحج حاوس يولي رئيس، راح المينيستر ما على باليش عطاوه الاستمارات ولا ما عطاوهاش شنو، قالوا له تي ما عندكش حق باش دير السياسة. الرجل الرقم الثاني في أكبر حزب عرفته الجزائر منذ الاستقلال قعد يومين في الحبس، يومين و12 سنة. هذوك 12 سنة هذوك نورمالمون داخله فيها 10 سنين، قالوا له ما عندكش يعني الحق في النشاط السياسي وذاك. خلاصوا هذوك 10 سنين، وجاء هذاك واسمه هذاك الشيات تاعهم هذاك اللي القسنطيني هذاك قال لهم باللي علي بالحاج عنده الحق، تسمى هذا فخامته عنده الحق باش يدير هذا الرابعه ويطبلوا له وذاك وراح يموت مسكين، ربي ان شاء الله يخفف عليه. وناس كانوا دي ميدسان، كانوا دي كادر، كانوا دي ديبوتي، كانوا دي قراو في الجامعه، كانوا الشعب اللي اختارهم في التسعينات يبقى دخلوهم الحبس، ما عندهمش الدروا دو فير لا بوليتيك. Des Algériens n'ont pas le droit de faire la politique. Ali Belhadj, numéro 2 d'un parti algérien, c'est un Algérien, il n'a pas le droit de faire de la politique. بس حما ils ont le droit de faire de la politique. الجنرال توفيق ضد العهدة الرابعة. يا أصحى أعزائي الفقاقير، على بالي دايما تعمروا فيا هكذا باش نشعل، بس رانا دخلنا في الثقيل، رانا راهو الهبهاب راهو يضرب لهنا عزيزي. ما على باليش انا لا سي عمار السعداني راهو على باله ومعمر راهو يلعب، رانا دخلنا في مناطق جويه فيها الطيارات الزعزع هكذا. المهم انا عمي عمار، انا من هذا المنبر احيي الشجاعه تاعك، وباللي راك
قست ربة زاير. بصح سي دونجورو. انا على بالي بيك باللي كوراجو وتقول واش ما قالوش الناس وهذاك. جماعه راهو اتاكا لا لازم سيكوريتي ميليتير. مديرية الاستعلام والأمن عجزت عن حماية الرئيس بوتفليقة الذي تعرض قبل سنوات لمحاولة اغتيال بباتنا، وبعد كل هذا كان من المفروض أن يستقيل الجنرال توفيق من منصبه. بل عياط يقول لمحيطه إنه مفوض من سعلي جنرال توفيق المدعو، جنرال توفيق المدعو سعلي، هو في الأصل جنرال محمد مدين. أنا ما على باليش كل عندهم طروا بسيدونيم كلهم في الفيسبوك يا صاحبي. كاع اسمهم سفيان. والله راني حير عندهم لي بسيدو هذا تاعنا الشخصيات التاريخيه هذو نورمالمون هم انتم اللي خرجتوا الفيسبوك باش يخرجوا خبركم لي انتم هما اللي بروفيسيونيل تاع البسيدونيم. المهم يجب ان تعرفوا ان مديريه الامن الداخلي هي التي ابقت دائما على علاقتها بالطبقه السياسيه والصحافه والعداله. سي عمار قال لنا باللي لا سيكوريتي ميليتير يا سي عمار راك درت زلزال يا وذا ارث كيك يا صاحبي. راك درت ارث كيك اللي كما يقولوا لي زنجليز يا صاحبي. قلت لنا باللي سيكوريتي ميليتير راهم في الصحافه والعداله وفي الاحزاب السياسيه. اذا اردنا ان نقيم مهام الامن الداخلي في عده قضايا مهمه نجد هذه المصالح قد ضاعفت من اخفاقاتها. قال لهم ثم فزتوا غير بالاخفاقات. وللاسف بدل ان تهتم هذه المصالح بامن البلاد اهتمت بشؤون الاحزاب والعداله والصحافه. سي اون اتاك ديريكت مش من عندي، من عند امين عام الافلان اعزائي الفقاقير. ولا قلت لكم انا رانا في الارث كويك، رانا في الزلزال المزلزل. شوفوا زاد قال لنا اعزائي الفقاقير: في بلادي الولايه والمؤسسات مراقبه من طرف عقداء، ولا افهم لماذا هواتف مسؤولين سياسيين تخضع للتنصت بينما العداله وحدها تملك سلطه الامر بذلك. التليفونات تاعنا ايصاصوا ريكوت اعزائي الفقاقير. التليفونات تاعنا هو مش عارف ما هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا خيرت الشاطر، هيتدفن في متر. تنرفه مسكين هذا، تنرفه يا صاحبي كيعرف باللي التليفون تاعو الى سيراكوت. هو مسكين يظل يبيبي هذيك البرمائيه يظل يبيبي العقيله وماسكينه سور ايكوت مسكين. واش قال لهم عم عمر؟ قال لهم: في الافلان لا نريد ان يتدخل التوفيق في شؤوننا، وليس له ان يقرر ان كان بوتفليقه سيترشح ام لا للرئاسيه القادمه. شوفوا اعزائي الفقاقير، ربي سبحانه وتعالى كما قالوا الشيوخ بكري يذوب الثلج ويبان مساوي الاكواع، ولاو يفتحوا في بعضها. تسمى راهم يقولوا لنا باللي متواجده بارتو، في الافلان، في الاجتماعات، في الصحافه، في العداله، في التليفون، في التلفزيون، في اللوزين تاع الحليب، في الطنابيلات، في البيسات، في الترانات، موجوده بارتو. انا ما نقولهاش باسكو شكون راح يجيب لي المحاجم؟ عاد المسكين عنده بسكليت. وش قال لهم؟ قال لهم: مكان الجيش في الثكنات، وماذا يفعل عقيد في المخابرات بداخل مقر مجلس الأمة. يا سي عمار قال لهم باللي في مجلس الأمة كاين كذلك المخابرات. احنا كنا على بالنا باللي لا سيكوريتي ميليتير متواجده في الصحافه، وكي تدخل هكذا المقر الصحافه كاين بيرو ادروات، هما قاعدين ثم يشيخوا ويقصروا ويلعبوا في الدومينو. بصح مجلس الأمة راهي الأمة كاملة اعزائي الفقاقير، هذه الأمة كاملة راهي تحت سطوة السيكوريتي ميليتير. وبأي حق يشارك في اجتماعات اللجنة المركزية للأحزاب. الأحزاب اعزائي الفقاقير، الأحزاب الجزائرية أكل في اللي ريونيون طوب سكري كاين واحد ان بوتي تفيفيق كاين ان بوتي تفيفيق متواجد في الاجتماعات، ويقول لك هكذا باللي المشهد السياسي حر، وعندنا تفتح، وعندنا نشاط سياسي.
وزيد نقول لكم، يزيد يقول لكم عمي عمار، هواتف المسؤولين يتم وضعها تحت التصنت من طرف جهاز المخابرات، بالرغم من أن القانون يخول للقاضي وحده أن يتخذ مثل هذا القرار. على من يتصنتوا، قول لنا أعطينا دي زيكزامبل، يعني دي زيكزامبل عمي عمار. إبا لي زيكزامبل هام بأن النظام في الجزائر ليس مدنيا، كل هذا يوحي بأن النظام في الجزائر ليس مدنيا. ثم العسكر هم هم اللي راهم يحكموا في بلادنا منذ الاستقلال، والعديد من الأحزاب السياسية راحت ضحية تدخلات جهاز المخابرات على غرار الأفلان، حزب عبد الله جاب الله والأففس. أنا نظن أن هنا بعد كل هذه التوضيحات من طرف السي عمار سعيداني اللي عنده الويفي في جبهته، أنا نظن باللي بيانطو بعيد الشر الويفي يديروه له بارتو. الويفي عمي عمار يديروه لك حتى في الكوستيم. هذا أعزائي الفقاقير ديناصور، والله من نهار زدت وخلقت وأنا نسمع به وحرت فيها، ما كبرش مرة ما كبرش وما ماتش. هذا بالعياط، هذا يسكن في عائلة كبيرة اللي يعرفوا الهضاب العليا. في العائلة الكبيرة كان مسيتير وذكره مسيتير في الأفلان وحوس يطيح زعما عمار سعداني. المهم ديناصور من الديناصورات الكبيرة التي لا تقبل الفناء. وش قالوا؟ قالوا أنت صنيعة المخابرات التي تتهمها اليوم. تسمى بما أن هذا السيد هذا يقول له، هذا ديناصور تاع الأفلان أعزائي الفقاقير، يقول لسعداني الأمين العام للأفلان، يقولوا أنت صنيعة المخابرات، وسعداني يقول لنا باللي هؤلاء المخابرات متواجدين في كل الأحزاب. Vous voyez comment ça se passe dans l'espace. هكذا لازم نديروا بوديزم باش نفهموا القضايا هذه وكل. فهمتوا؟ أنا والله ما فهمت ترن، لكن ما فهمتوا انتم فهموني. الأفلان بريء من التصرف الآثم والطائش لسعداني، ومازال يتيري عليه بالثقيل. هذا الديناصور هذا يتيري سي تسكربوج باش يقول لسي علي المدعو سي التوفيق، المدعو محمد مدين، المدعو رب الجزائر. المهم راهو يقول له باللي انا جو سوي اتا ديسبوزيسيون، حطني برك امين عام، بيسك انت هو اللي راك تحط في الامناء العامين تاع الحزب العتيق. اسي تشوفوا نهار عمار قال هذاك الصحفي، قال له تيماجيني نتايا انايا وزير تاع لوطوروت، كيفاش نلحق وزير تاع لوطوروت كان ما رضاوش عليا. تسمى سعيداني عنده الحق. هذا كيقول الآثم والطائش. وزدني الأخرى، تصريحات سعداني لن تمضي دون عقاب. جميل جدا، لكن الأفعال التي يقوم بها ابنك كذلك يجب عليها أن تعاقب. مثلا أعطيني الأخرى. هذو الديناصورات أعزائي الفقاقير ينساو لي كاسرول تاعهم. شتو هذاك البعير اللي يضحك على حدبة مولاه، هذو قضية المخدرات المحجوزة في سيارة الوزير سلطاني تعود إلى الواجهة. هذو الوزراء هذو والديناصورات هذو أكل عقبوا إلى المحاكم دون المرور أمام العدالة. ما وقفوش أمام العدالة، عقبوا أمام المحاكم. أقضى سيبرابتيسما برك. أنا حوست أنا أبو جرة سلطاني، قلت أنا وشني السي في تاعو اللي يخليه يولي وزير دولة وهذا. إبا رحت لوكيلكس. وكيلكس هذه واحد المكتبة كبيرة هكذا فيها الأسماء تاع الناس وينحتوا لك واش كانوا يخدموا واش قراوا واش كتبوا وهذا، يعيطوا لها اركبدية. إبا في الاركبدية هذه أعزائي الفقاقير مكتوبة أبو جرة سلطاني زايد في 54. في 54 كندلعة الثورة. تسمى في كندلعة الثورة هو كان يدير في البيبرو. ومن بعد داعية وسياسي. تسمى داعية وسياسي. دوكا يجي لنا يقول لنا هكذا لا سياسة في الإسلام ولا سياسة في المنابر، وهو حاط في الوكيلية تاعو داعية وسياسي في السي في تاعو. ووزير في حكومة الجزائر، تحصل على شهادة الماجستير في الأدب العربي. أنا كي وصلت لهذه الجملة هذه عرفت لها أبو جرة سلطاني طايرت له البريطة منا. خاطركش هو عنده ماجستير في الأدب العربي بصح العصر الجاهلي. سب واحد المسكينة، إيماجيني سب وحدة
سكرتيره مسكينه تخدم، اغسلها بالسبان. وعلاه اعزائي الفقهاء؟ باسكو في الجواز تاعو الاحمر هذاك كتبت له وزير، اغسلها بالسبان، بكاها اعزائي الفقهاء. جا المسؤول تاعها قال لها راكي تبكي، قالت له او غسلني ابو القره. راح عيط له قال له ابو قره ليه غسلتها بكيتها؟ قال له كتبت لي وزير في الجواز تاعي الاحمر الدبلوماسي. قال له واش نكتبوا؟ قال لها لازم تكتبي وزير دوله. شتو لا سيمبليسيتي، شتو التواضع تاع اللي كان يبعث لنا لا جوناس تاعنا لافغانستان. اعطيني نحيلي جد نحيلي. 18 شهر حبسا، منها 7 نافذه لابني الوزير بالعياط والجنرال العلوي. ها ولادهم كانوا يبيعوا في الحبوب المهلوسه باش الشباب تاعنا كل يظل يضحك ويقني ويشطح بلا سبه. عندك يجوا يحسبوا في الناس. تخيلوا وزيره في دوله اوروبيه اعزائي الفقاقير حبست في الطاكسي، راح على عيد ميلاد تاع بنتها، حبست شرات ان بوكي دو فلور، شرات باقة ورد بالكارطة تاع الحزب. إيبا طيروها من الحزب، ما كانش عندها الفلوس، قالت نشري بالكارطة ومن بعد رومبورسيوم. إيبا طارت اعزائي الفقاقير. هذو نهبوا الدنيا، كلاو البلاد اعزائي الفقاقير، ومازالوا يجيو يعطونا في لي كونساي ويقولوا لنا بلي حنا نخمو في بلايصكم. سعيداني porte atteinte au président en tant que ministre de la Défense et chef des forces armées. هذا الجورنال هذا تاع الجيري باتريوتيك اعزائي الفقاقير. بيو هذاك اللي يقتل 500 جزائري وقال لنا ما عندهاش لي بالون بلاستيك. لو مينيستر دو لا ديفونس سي شيف دو لارمي، ما عندوش فم، ما يقدرش يجي ديفوندي على روحه. في السنوات الاولى تاعو ماشي كان يخطب علينا 25 ساعه في النهار. انا ولد خالتي كان يخاف مسكين ينقص في الصوت، خاطر راح ينقص في الصوت قال له اقعد. عطل مرضيه حتى تتضح الرؤيه. على بالكم اعزائي الفقاقير دوكا دخول سي علي بن فليس للرئاسيه تخلق مشكل، خاصه للسكان اللي في باتنا، وخاصه للامير تاع بلديات اللي في باتنا. الامير هذو دوكا يدخلوا مع سي علي حاصلين، يروحوا مع فخامته يربح سي علي حاصلين. واش داروا دابريفو؟ راحوا اكل كونجي مالادي. راحوا اكل كونجي مالادي. عاد قال لي اون في كوا؟ اي بان الوغ اون دونس. غردايه تحترق. خوتي احنا هضرنا على المشكل هذا منذ اكثر من شهر، درنا برنامج من يقف وراء الفتنه في غردايه، واعطينا الكلام ورفعنا صوت الطرفين مالكي او اباضي، وحبينا نشوفوا ونوضحوا للراي العام من يقف وراء هذه الفتنه. لكن يبدو اننا نسكن في بلاد، رانا نعيش في بلاد ما فيهاش قانون، ما فيهاش امن. الافلام هذو الفيديوهات هذو اكل تاع شراو صاري في غردايه كي نشوفوها احنا ويشوفوها القنوات اكل، يشوفوها رجال الامن في الجزائر كذلك، يشوفوها السلطات كذلك. لماذا ما حلوش المشكل؟ تخيلوا الان بعد كل مشرة، حرقوا ما حرقوا، قتلوا ما قتلوا، ريبوا ما ريبوا، انتهكوا حرمات الناس، انتهكوا حرمات المقابر، ليومنا هذا ما داروا والو، ما داروا والو. بصح مواطن يهز درابو في العاصمه يطيروا بجدو. عبد الغني مسكين مدون في الفيسبوك صور تصويره طاروا بجدو، لحد الساعه ما شفناش. جزائري جا من الامريكان دخل الجزائر نهبوا له لي كونت تاعو وقتلوه. لذوك ما سمعناش به. بس هذه فتنه طائفيه راح تشعل البلاد، واحد ما على بالو بهم. اليوم الان شكون اللي راح؟ شكون اللي راح الغردايه؟ بالعيز والهامل وبوسطيله في غردايه. قالوا لهم سنعزز الامن. وين كنتوا؟ وين كنتوا؟ وين كاين الامن؟ ايماجيني الناس يعيطوا الجدارميه يقول لهم اروحوا يحرقونا في الديار، يقول لهم سي با نوتر ديبارتمون، سي با نوتر زون.
هذو ما يحوسوش على الفتنه هذو. ابان اللي يقتل اللي يديه الحبس، واللي تيري قتل الحبس، واللي طارش في الناس يديه الحبس، ومن بعد العداله هي اللي تحسم في الامر. واللي يحفر الطرق واللي سرق له طرق يديه الحبس كذلك. اين هي العداله في الجزائر؟ هذا اقرار فاضح باللي ما كمش قادرين باش تسيروا البلاد. ولي وهران يوقف 10 موظفين اساءوا للمواطنين. عايز الفقيه غير حبيت نخلص سوغ نوت بوزيتيف. كاينين رجال يخدموا صح في الجزائر، من بينهم هذا عبد الغني زعلان ولي تاع وهران، حبس 10 خاطرش كانوا يسبوا في المواطنين، كانوا يتعاملوا معهم معامله سيئه في كل الادارات. بان شابو مسيو الوالي. ان شاء الله الولات الاخرين يحذون حذوه. بارك الله فيكم اعزائي المشاهدين. خلاص واش قالوا في الجورنال، نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله. بقوا على خير.